الجنيه المصري بيستقر أمام الدولار الأمريكي وبيوصل ل51 جنيه و88 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا وسهلا كل متابعينا إن شاء الله في القناة. معنا تحديث جديد لأسعار الدولار أمام الجنيه المصري. نبدأ على بركة الله. سعر الدولار النهاردة استقر قدام الجنيه المصري، وده بعد سلسلة من التراجعات اللي حصلت الأيام اللي فاتت. في بداية تعاملات اليوم سجل الدولار 51 جنيه و75 قرش للشراء، 51 جنيه و43 قرش للبيع، وطبعا السعر ده كان في البنك المركزي المصري. أما في البنك العام المصري فسجل الدولار 51 جنيه و77 قرش للشراء، 51 جنيه و87 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 51 جنيه و78 قرش للشراء، 51 جنيه و88 قرش للبيع. في البنك الإسكندرية سجل الدولار 51 جنيه و72 قرش للشراء، 51 جنيه و82 قرش للبيع. في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار 51 جنيه و73 قرش للشراء، 51 جنيه و83 قرش للبيع. في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار 51 جنيه و70 قرش للشراء، 51 جنيه و80 قرش للبيع. الاستقرار ده بيجي بعد فترة هبوط، وده ممكن يدل على إن السوق بدأ يهدى شوية، لكن لسه في ترقب لأي تغيرات ممكن تحصل الفترة اللي جاية. لو عايز تتابع سعر الدولار أول بأول وتعرف آخر تحديث جديد لحظة بلحظة، اعمل لايك وفعل الجرس واشترك في القناة. سلام.